من آخر قصص ونوادر الفالي، وهو قصة الحوت. وما أدراك ما الحوت، معلومات جديدة راح نستفيد منها اليوم. تفضل أستاذ فوفو، خلينا نستفيد. يلا يا فوفو، يلا سمع. من الحيتان، هذه الحيتان تدخل في أعماق البحر إلى عمق آلاف الأمتار، وتأكل كل يوم أكثر من 100 كيلو لحم. حلو حلو. من لحم أنواع الأسماك. حلو تمام. إذا شايفين فم الحوت قدرة الله، أسنان عنده مثل المنشار. نعم. وسط هاي الأسنان يدخل لحم، مثل ما أنت الإنسان إذا وسط أسنانك لحم تتأذى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لحظة شوي، لحظة. خلونا نسمع هذا الحديث. وينكم يا طلبة العلم، سجلونا الحديث هذا حتى يعني نكسب ثواب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من موارد كثرة الرزق. نعم. شنو هو من موارد كثرة الرزق هذا؟ شو اللي يكثر الرزق على البني آدم؟ خلصنا من قص الصحون وكنس الحوش وكنس السطح. خلينا نسمع شو اللي يكثر موارد الرزق عند الإنسان، أو مو عند الإنسان، عند الموالي فقط. أن تأخذ بيدك عود خلال تطلع هذا اللحم الزائد بين أسنانك. ما شاء الله. يعني اللي بيكسب أجر ما شاء الله يقعد يوزع هذول عواد ضروس على الموجودين حتى يكسب أجر فيهم كلهم، لأن كلهم يكسبون أجر من وراء تسليك الأسنان. بس ما أدري يعني فرشة الأسنان هذه شنو أجرها؟ يعني فرشة تفرك الحلج كله من أول لآخره. ما ذكرتني إذا كان في حديث عن فرشة الأسنان مولانا، إذا ممكن. عود خلال تطلع هذا اللحم الزائد بين أسنانك. حلو. هذا يكثر الرزق. النبي يوصي على هذا الشيء. أيه. وتدري إذا بالليل بين أسنانك أكو لحم إلى الصبح تنام، هاي المواد اللي موجودة والميكروب وكذا يسوي الإنسان الريحة مو طيبة في الفم. طيب مو مشكلة، لما يقعد من النوم فتقطع التربة كربلائية بغدر الحمصة يتمضمض فيها وريحته ما شاء الله تصير ريحة عنبر. يعني ندري الحل موجود. تفضل أستاذ فالي. لازم تنظف أسنانك. ماشي. الحوت ما عنده إيد ولا يعرف الخلال. شو يسوي هذا الحيوان؟ مسكين. بين أسنانه أكو لحم. بوحمد.com. يصعد يجي على فوق المي. نعم. يسبح. نعم. يفتح حلقه. نعم. الحين السؤال مطروح: من الذي ينظف أسنان الحوت؟ من الذي ينظف أسنان الحوت؟ خلونا نسمع منو هذا. الله خالق عصافير. هاي العصافير صغار. هذه العصافير الصغار. نعم. اسمها كيوي. ما شاء الله. هذه معلومة جديدة استفدنا منها الآن، وتقولوا لي بعد يبي يسوي له كذا كذا وما تبوني أزعل. طائر الكيوي الآن اكتشفنا أنه نوع من العصافير يعيش في البحر. هذه معلومة جديدة سجلوها عندكم يا أهل السنة والجماعة. طائر الكيوي طائر بحري. تفضل بابا. كيوي الفاكهة، كيوي العصافير. هاي الطيور بقد العصفور أصغر. تيجي تدخل أنا لا يكون بعدين يطلع لك كبر هذا اللي يطلع من المنخر لما واحد يعاطس ويترحم، هذا اللي يكبر من الجرادة وأصغر من مدري شنو. تفضل. الحوت. هاي العصافير بالمحيط شلون تصيد سمك؟ شلون؟ سمك ما تحصل. نعم. طعامها لحم الأسماك الطازج. حلو. مو المثلج. هذا الحوت رايح بقعر البحر. هم هو شبعان. نعم. هم بين أسنانه يجيب اللحم المدقوق الجاهز للعصافير. ما شاء الله. يصعد فوق يفتح حلقة، تيجي هاي الكيويات تدخل بحلقة، عندها مناقير مثل الأبرة. حلو. تدخل مناقيرها وسط هاي الأسنان. جزاه الله خير. تطلع اللحم الطازج. جزاه الله خير. هم العصافير شبعت. لأن بالفرض احنا نطلع الهامور من تحت البحر، العصفور شلون ياكله؟ مسكين. بس قدرة ربك سبحان. هذا الحوت يشيل الهامور يسحقه، حاطه لحم مدقوق جاهز بين أسنانه. الحمد لله. يجي هذا العصفور الكيوي يدخل بحلقه جاهز. حاضر. ينقر يشبع. يطلع من حلقه. هذا الحيوان وحاط حلقه مفتوح، ليش ما يطبق حلقه؟ ليش ما ياكل العصافير؟ الله. انا اقول بس رحمة الله على السلحفات هذيش اللي تبيض وتقعد من بعيد تطالع بيضها لما يفقس، رحمة الله عليها. تفضل كمل بابا. الله جاعل على راس هاي العصافير 2 قرون صغار مثل أبر.
فالي هذا ثور، ثور هذا مو طير. الله جاعل على راس هاي العصافير 2 قرون صغار مثل أبرتين زين مثل بسمار. الحوت بالفطرة يدري إذا طبق حلقة هاي الأبر 2 تدخل بحلقة، ولذلك يخلي فكه مفتوح. مؤدب، مؤدب الحوت، مؤدب الحوت عنده أخلاق ومؤدب، الحوت زين مؤدب متربي على العز، ولذلك يخلي فكه مفتوح. مؤدب 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 جدا، مؤدب دين اكو أبر. هذا الحيوان يدخل ينقر ياكل يشبع، يطلع آخر كيوي طلع من حلق الحوت الأسنان نظيفة، ها، العصافير شبعانة والحوت مرتاح، يخوص يروح تحت البحر. الحمد لله. منو اللي الحين ما عليه، أسمعكم مادة ثانية بس لحظة صوتها عالي شوي، لحظة أقصر على الصوت فيها. يتكلم عن الكيوي ويشرح لنا شنو طائر الكيوي. التسجيل مو واضح بس خلنا نسمع الكيوي نفسه. هذا من الطيور تعرف بالكيوي. احنا الكيوي نقول الفاكهة المعروفة، لا اكو نوع من الطير في استراليا يعرف بالكيوي. يقول هذا الطير من العجائب. من الطيور تعرف بالكيوي. احنا الكيوي نقول الفاكهة المعروفة، لا اكو نوع من الطير في استراليا يعرف بالكيوي. يقول هذا الطير من العجائب. هذا الطير بقدرة الله طعامه الديدان تحت الارض. قبل شوي قاعد بحلج الحوت ياكل، الحين قام يدور ديدان. شوف الكذب والله. تدري مش مشكلة الكلفالي ان تكذب الحسينية وتروح يوم ثاني حسينية ثانية ما تعرف انت شنو قلت بالليلة اللي قبلها. ولكن الطير ما عنده قدرة حفر الارض والديدان تحت الارض، فيجي هذا الطير الله معلم طريقة ذكية. نعم. يجي يوقف على جحر الديدان ويبدأ بالرقص، يرقص. الشيطان يرقص، الطير هذا يرقص، ما عرفنا كلهم يرقصون. ذكية. يجي يوقف على جحر الديدان ويبدأ بالرقص، يرقص. صوت الرجل ماله مثل صوت دبدبة الأمطار. هذا حبات المطر لما تنزل لها صوت. اي والله. الديدان تحب المطر. نعم. الديدان لما تسمع صوت المطر تطلع راس، تريد تتونس على المطر. وماكو مطر. والله ذكي الكيوي، والله ذكي. وين راح؟ الله يقطع ابليس، وين راحت؟ قوي الفالي قوي. هذا حبات المطر لما تنزل لها صوت. الديدان تحب المطر. نعم. الديدان لما تسمع صوت المطر تطلع راس، تطلع راس، تتونس على المطر. هو ماكو مطر واقعا. الكيوي يرقص، رجل الكيوي صوت المطر، الدود يطلع راس حتى يشوف المطر. الكيوي ينقر وياك. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله يساعد قلبك يا أبا عبد الله، الله يساعد قلبك يا أبا عبد الله. على الرمضة مطروح وباكي يثبى وتكينا، هاي المصيبة قالت سيد علينا.